حكايتنا حكايه شخصيات بلادنا اللي شقات طريقها براسها واللي بصمات سميتها في التاريخ. حكايتنا لشخصيات بلادنا برنامج غنكتشفوا فيه خبايا واسرار وتجارب اللي مرات فيها ابرز الشخصيات المغربيه، سواء التاريخيه اللي تسلحت بالقياده والزعامه حتى المعاصره اصحاب الاختراع والاستثمار. حكايتنا للمقاوم المعروف بخطه ضرب وهرب، واللي شعل جمرة المقاومه في نواحي فاس، واللي حير الفرنسيس بالطريقه د الحرب ديالو وحاصرهم سيمانه في مدينه فاس. وهذه فرصه نفكروا تاريخنا ونعرفوا شكون حنا. الحجامي مقاوم كبير ضد الفرنسيس، تزاد في 1864 في قبيلة بني حمد في جامعة كالاز. قرا وتعلم وحفظ القرآن في المسيد، غتولي سميتو معروفة وكيتضرب بها المثال في المقاومة، وغيولي معروف بالشجاعة والخطط والطريقة باش كيحارب ضد المستعمر. القصة المقاوم ديالنا بدات بعد ما توقعت معاهدة الحماية في فاس، وتأكد بلي فرانسيس بدات في الاستعمار ديال المغرب. هذا الشيء اللي خلاه يشعل الجمرة ديال المقاومة في المنطقة ديال حيينة ضد المستعمر، واعلن الحرب والجهاد ضد فرانسيس، وصيفط القبائل ديال المنطقة اللي قبلوا الدعوة ديالو. وقبل ما يهجم على الفرنسيس في مدينة فاس وجد الحركات ديالو، والحركة هي الجيش، حيت كان عارف بلي الفرنسيس عندهم سلاح مطور احسن من ديالو وعندهم تجربة في الحرب، وهذا الشيء خلاه يتعطل شوية ويوجد مزيان، حيت عارف بلي المقاومة خصها تبقى مدة طويلة وتطول وبلا ما تضرر. هذا الشيء علاش درب الحركات ديالو وديال القبائل الاخرى على الحرب الطويلة والقصيرة، وكيفاش يتحركوا بالزربة ويتفاهموا بيناتهم وبين الحركات الاخرى اللي معاهم، ودربهم على حرب العصابات واللي كتسمى بضرب وهرب. الحجامي خطط واستغل اي حاجه تقدر تزعزع القلوب ديال الفرنسيس في اي مواجهه. هذا الشيء كنفهموا منه بلي محمد الحجامي درس وعرف كيفاش يبدا الحرب وكيفاش يخلي المقاومه واقفه لمده طويله ضد الفرنسيس. غادي يخرجوا الحيينه بالقياده ديال محمد الحجامي من بومرشد الفاس، وكانوا تقريبا اكثر من 20,000، واتفقوا مع القبائل الاخرى باش يتلاقاو تما. 16 ماي 1912 وصل الحجامي، وبدات الحركات ديال القبائل الاخرى كتوصل، كل وحده حاطه خيامها، ولات الطريق الفاس مقطوعه من كاع الطرقان. الخطه اللي كان حاط بدات كتبان، الحجامي ناوي يهجم من كل جهه ويعيي الفرنسيس اللي كانوا قلال ويشتت القوه ديالهم، وبقات الحركات محاصره فاس وكتسنى الاشاره ديال الحجامي باش يهجموا. ولكن الحجامي كيتسنى الوقت والفرصه المناسبه وما بغاش يزرب. ولكن الحركه اللي كانت جايه من جهه جباله غرهم العدد ديالهم وبغاو يدخلوا على الفرنسيس للمدينه باش يسرقوا لهم السلاح ديالهم والمدافع. دخلوا من باب الزطاط، ولكن فاش دخلوا لقاو المدافع منيشه جهتهم وما جاو فين يهربوا ويرجعوا حتى تقتل النص فيهم. الجنرال ديال فرانسيس كان كيفكر واش يهجم على الحجامي ولا يتسنى، ولكن عارف بلي الا هجم عليه الحجامي بداك العدد الكبير حتى واحد ما غيبقى عايش في المدينه. ولكن هذه الواقعه اللي طرات في باب الزطاط وصلت ليه الحل كيفاش يجري على الحجامي والمقاومين اللي دايرين بفاس. ليوطي قرر يهجم على الحجامي بالليل، وكلف القائد اللي سميتو غورو بهذه المهمه. خرجوا الفرنسيس بالليل بالمدافع ديالهم وضربوا الخيام ديال الحجامي اللي قدر يفلت وهرب هو واللي معاه، ودخلوا مع الجبال. دخلوا الفرنسيس للخيمه ديال الحجامي وتصدموا بالخطط اللي كان حاطها باش يهجم عليهم. من بعد ما انسحب محمد الحجامي بدا كيوجد مره اخرى، ومن بعد سيمانه على حصار فاس هجم على 4 تيسا اللي كاينه في تاونات واللي كانت تابعه للفرنسيس. ملي وصلت الاخبار للفرنسيس تحركوا باش يهجموا عليه. نهار 2 يونيو فرانسيس صيفطت الجيش ديالها بالقياده ديال دافيد بيرون، وما كانوش عارفين شنو كيتسناهم من الحجامي اللي متبع خطه جديده اللي هي المواجهه القصيره والصغيره واللي كتعني ضرب وهرب، وغادي يولي معروف بها في المنطقه. هذه الخطه غتخلي الفرنسيس تابعه الحجامي 20 يوم من 4 حتى 23 يونيو، وفي هذه المده كامله الفرنسيس كيخسروا العساكريه كل نهار، وقدر الحجامي والمقاومين يقتلوا الالاف منهم. وهذا الشيء خلى بيرون يخسر المهمه ديالو ورجع لفاس نهار 26 يونيو. وبسبب هذه الخساره تأزمت الوضعيه ديال فرانسيس في فاس. الحجامي والخطط ديالو المدروسه خلى الفرنسيس يضربوا ليه 1000 حساب. الفرنسيس كلفوا الجنرال غورو يشد الحجامي من بعد ما ترقى ولا جنرال، وجدوا الفرنسيس كاع داكشي اللي عندهم، الالاف ديال العساكريه والمدافع. اما الحجامي اللي ولا دابا معروف قدر يقنع القبائل الاخرى باش تجاهد معاه ضد المستعمر، منهم قبيله بني مطير وشرارده وولاد جامع. خرج الجيش الفرنسيس من فاس بالقياده ديال غورو، وصلوا وراد ريا بنهار 15 يوليوز وحطوا الخيام ديالهم في سوق 3 النخيل. من بعد يومين غورو كلف فرقه باش تخرج وتدور في المنطقه باش تشوف شنو كاين، وهما غاديين في الطريق هجم عليهم الحجامي وقتل منهم 8. وفي هذه اللحظه جات فرقه اخرى اللي كانت تقريبا من هنا باش تعتقل فرانسيس اللي باقي حيين، وهذه الفرقه حتى هي غادي يقدر يحاصرها الحجامي. وصدقات الفرقه الاولى والثانيه هربوا بجوج واستغلوا الوقت بما يجي الجنرال غورو. عاد انسحب الحجامي اللي طبقوا الخطه ديالهم مزيان، وكانت خسائر كبيره في صف الفرنسيس اللي رجعوا للمعسكر ديالهم في 3 النخيل. وبعد بالنهار محمد الحجامي جمع الحركات ديالو في واد مطماطه اللي كان تقريبا المعسكر ديال الفرنسيس اللي كان 3 النخيل. غورو وصلته الخبر بلي الحجامي قريب ليه وغالبا غادي يهجم عليه في اي لحظه. خرجوا الفرنسيس قاصدين واد مطماطه وما جاو فين يوصلوا للواد حتى لقاو ريوسهم في المواجهه مع الحجامي، وبدات الحرب بيناتهم مع الوحده النهار وما سالت حتى ل4:30. وانسحب الحجامي وقدروا الفرنسيس يقطعوا الواد باش يسيطروا على القبائل اللي من موراه. ولكن هذه غير خطه من المقاوم ديالنا اللي خلاهم يقطعوا الواد ويسحب لهم باللي تغلب
ومن بعد ما دازوا للجهه الاخرى قصدوا منطقه كتسمى ولاد بوعيشه، وهنا الحجامي كان تابعهم بالحركات ديالو وغفلهم، قتل فيهم شي وحدين ورجع. وكيبقاو الفرنسيس كيقلبوا عليه وما كيلقاو ليه حتى اثار، وكيبقى يغفلهم. وداك الشيء اللي طرا من بعد 3 ايام على معركه واد مطماطه. الفرنسيس اللي كانت عندهم خطه باش يستعمروا كاع القبائل دابا وصلوا للقضيه وهجم عليهم الحجامي، ولكن هذه المره كانوا معولين عليه ولقى المدافع قدامه ورجع. الخطه ديال الحجامي كانت ناجحه قدام السلاح ديالهم، وكل ما حس بلي غيخسر الا بقى في المعركه كينسحب باش يبقى محافظ على القوه القتاليه ديالو، وعارف امتى وفين يهجم، اللي خلى الفرنسيس يبقى ديما ضارب ليه 1000 حساب. المدافع ديالهم ما زالت المقاومين غير جهد، وخلات المقاومه ديال الحجامي يكون عندها تاثير كبير في نواحي فاس كامله، اللي خلى القبائل الاخرى تزعم المقاومه ضد المستعمر، منها مقاومه جباله وولاد الطاهر وبني زروال. ومن المقاومين اللي بانوا في صف الحجامي محمد السملالي، اللي قصد الحجامي في دارو في بوليد في جماعه كالاز. وكان السملالي ناوي يولي سلطان الجهاد وتولي المقاومه غاديه تحت يديه، ولكن الحجامي جاوبه وقال ليه السلطان هو مولاي عبد الحفيظ، وحنا دابا في المقاومه والجهاد. الفرنسيس عرفوا بلي الحجامي كاين في بوليد في كالاز وهجموا عليه وضربوا دارو بالمدفع، ومات محمد السملالي اللي كان في الدار. ونجا الحجامي ومشى لمنطقه الزرارقه، وتما غادي يبدا يوجد مره اخرى، وغتزيد تقوى المقاومه حيت زادوا عليها قبائل تسول ومكناسه والغياثه. وبقى الحجامي في الخطه ديالو في كل مره كيغفل الفرنسيس كيزيد يقتل فيهم ويرونهم وما قدروش يشدوه. 1915 تجمع الحجامي وبعض المقاومين في مواجهات قصيره ضد الفرنسيس، تاونات وعين معطوف وجبال السلاس، كيضربوا وكيرجعوا. من بعد اعوام قليله تجمع عبد الكريم الخطابي ومحمد الحجامي وتزعموا حرب ضد الفرنسيس، المعركه اللي تسمات بمعركه ورغا الكبيره، اللي هجموا فيها على الفرنسيس من تافوغال من الشرق لوزان في الغرب، وخلاوهم يخسروا كاع داكشي اللي عندهم. وبسبب هذه الخسائر في الصف الفرنسيس الجنرال ليوتي قرر يستقل من الخدمه ديالو حيتاش ما قدرش يقضي على المقاومه في هذه المناطق، وجا بلاصتو تيودور ستيك اللي غيكون في القياده ديال الحرب اللي بدات من شهر 8 1925 حتى شهر 12 من نفس العام. خسر فيها الفرنسيس 1000 عسكري و3200 مجروحين، غيخليهم يديروا ما في جهدهم، وبداو كيضربوا في السواق وفي الديور وكيحرقوا في القبائل، وداروا اي حاجه تقدر تضر الناس والمقاومه باش يخليوهم يستسلموا. بدات كثره الزعماء المقاومه يستسلموا، في حين الحجامي جاه رقاص من الفرنسيس جايب معاه بريه عرضت عليه الصلح، ولكن الحجامي راسو قاصح ونفسه حاره، قطع البريه وجاوب الرقاص وقال ليه جوابي راك شفتيه. هكا غتبقى حياه المقاوم الحجامي، ضرب وهرب المستعمر موراه، ما كاين لا صلح لا تنازل لا استسلام حتى لاخر لحظه في حياته.